السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم يا شباب، كيف الحال؟ عساكم طيبين بصحة وعافية. مواصلين في الكورس بتاعنا، والمحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجداول، عرفنا كيف نعمل جدول في البرنامج وكيف نصممه وكيف ندخل البيانات ونعمل دمج للخلايا ونظبط الحاجات دي. تمام. طيب الليلة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد اللي هو أنا كيف بعمل لي صور في البرنامج. هي نفتح البرنامج من البداية، نمشي ستارت، عندنا السيرش البحث، بيجي بقول له في اللغة الإنجليزية Alt Shift داير برنامج وورد. هيصير لي يضغط عليه، هيفتح معي طوالي. جميل. ممكن نكبر النافذة عشان نقدر نشتغل. حلو. زي ما اتفقنا قبل ما اشتغل نتأكد من حاجتين اللي هما بعد المفترض تكون عارفينهم دايما يعني. أول حاجة اتجاه النصب اليمين، وحجم الخط حيكون 16. حلو كده، جاهزين نشتغل. أنا كيف بجيب الصور في البرنامج؟ خطوات بسيطة. حامشي كلمة إدراج، قائمة إدراج. عندي هنا طوالي جنب الجدول صورة، بضغط على صورة بيفتح لي الذاكرة بتاعة الجهاز. تاني، أول حاجة بمشي لإدراج وبجي لي كلمة صورة، حيفتح لي الذاكرة عندي. يلا بعد ده أنا بمشي بفتش الصور بتاعتي. هل أنا خدت الصور في سطح المكتب، ولا خدتهم مع البيكتشرز، ولا في الداونلود، ولا في الكمبيوتر؟ فبمشي المهم بفتش. أنا عندي صورة هنا في البيكتشرز، مثلا الصورة دي بختار الصورة، بيجي بقول له إدراج، هتجيني طوالي. شايفين؟ لو دار أمسح الصورة بضغط على كليك يسار وبعمل باك سبيس. تاني، أول حاجة إدراج، بيجي لي كلمة صورة، بجي بفتش أنا الصورة خدتها وين. أنا قلت عندي هنا في البيكتشرز، بجي اختار الصورة وبعمل لها إدراج. لو دار أمسحها بضغط على كليك يسار وبمسح. تمام. دي نقطة اللي هي الصورة اللي بتكون من الجهاز في الذاكرة. في البرنامج برضو اللي هو الأوفيس 2010 و2007 والقدام، الكلام ده عندنا حاجة اسمها قصاصة فنية. الكلام ده في 2013 و16 والإحداثات الجديدة ما في، اللي هو في 2010 و2007. القصاصة الفنية. القصاصة الفنية هي شنو؟ هي صور لكن جاية مع البرنامج، يعني ما حقاتي أنا، ما من الذاكرة، لا، دي جاية أصلا مع الورد عشان أشتغل بها. فحاجة أقول له إدراج قصاصة فنية، حتصل لي النافذة اللي بالجنب دي، حأضغط على كلمة انتقال، هيظهر لي الصور. تاني، أول حاجة بمشي لإدراج قصاصة فنية، الصور بتاعت البرنامج، بدوس في كلمة انتقال حتظهر لي. ممكن برضو أنزل بالسهم التحت ده أشوف باقي الصور. مثلا أنا عايز الصورة دي، حضغط على كليك يسار، افترضت تجيني بعد ده شنو؟ طوالي عندنا. تمام. بعد ما جبت القصاصة الفنية بطلع من القصاصة الفنية النافذة اللي بالجنب دي عشان ما تضيق لي الورقة. حلو. يلا نفس التعامل بتاع الصورة، لو داير امسح بضغط على وبعمل باك سبيس. في كوقعات. يعني الفرق شنو بين الصورة والقصاصة الفنية؟ الصورة بتكون من الجهاز، من الذاكرة بتاعتي، من الصور حقتي. القصاصة الفنية صور لكن جاية مع البرنامج اللي هو اوفيس 2010 ولا اوفيس 2007. القصاصة الفنية قلنا ممكن ما تلقاها في الإصدارات الأحدث، فما مشكلة لو ما لقيتها ممكن تواصل بالصور العادية. حاجة ثالثة برضو مشابهة للكلام ده اللي هو لقطة الشاشة، سكرين شوت. أنا داير أعمل لقطة شاشة للخلفية الورا، هضغط على لقطة شاشة. تمام. بجي بقول له لقطة شاشة، طوالي بيطلع لي من البرنامج يقول لي اعمل اللقطة بتاعتك. مثلا أنا داير الصورة دي، حاجة أبص أكون دايس وأحرك كده، داير الصورة دي أجيبها في البرنامج، بفك حلقة طوالي هنديلها جاتني. تاني، بمسحها عادي، كليك يسار باك سبيس. إدراج، همشي أقول له لقطة شاشة، بجي بقول له لقطة شاشة، وبجي
بحدد الجزئية اللي داير أعمل لها اللقطة، بكون دايس وبحرك مثلا كده، بفك حالي إنه الصورة جاتني في البرنامج طوالي. فديل 3 حاجات متشابهات: الصورة من الجهاز، القصاص الفني من البرنامج، واللقطة الشاشة اللي هي صورة الخلفية الورا. يلا انت لو جبت اي واحدة فيهم من ادراج، بعد التعامل معاه حيكون نفس الحال. يعني الشرح الجاي ده ممكن اطبقه في الصورة، في القصاص الفني، وفي لقطة الشاشة. تمام. طيب مبدئيا انا دا اجيب لي صورة من الجهاز. صورة، اخترت الصورة، ادراج. تمام. حلو. يلا زي ما اتفقنا في الجدول، انا بجيب الحاجة من ادراج بس، لكن بعدل عليها من الادوات الخاصة بها. يعني هسي بلقى انه ظهرت لي حاجه اسمها ادوات الصوره. شايفين؟ المحاضره اللي فاتت كان عندنا شنو؟ ممتاز، اللي هي ادوات الجدول. انا هسي عندي الصوره، ففي ادوات الصوره ما برجع لادراج تاني الا في حاله انه انا عايز صوره جديده. ادوات الصوره برضو ما حتكون ظاهره لو انا طلعت من الصوره، يعني لو دوست برا حيرجعني للصفحه الرئيسيه العاديه بتاعت الكتابه. شايفين؟ ما في أي ادوات صوره. فانا لازم اكون واقف في الصوره، كليك يسار وواقف في ادوات الصوره بالطريقه دي. يلا أهم حاجة في الصورة لما نجي نشتغل عليها، ودي مهمة شديد، يعني لو نسيناه ممكن الأمور كلها تتلخبط. تمام. وفي ناس مرات بنسوها في الصور بتلخبط لهم الكتابة اللي قاعدة. الموضوع بسيط، اللي هو شنو؟ أنت الصورة لما تجيبها بتكون مؤمنة. كيف يعني مؤمنة؟ يعني ما بقدر أحركها. أنا هسه لو حاولت أحرك الصورة دي، شايفين؟ بكون ضاغط وأحرك، ما في أي حركة. ليه؟ لأن الصورة مؤمنة. طيب أنا بفك التأمين منها كيف؟ بمشي لخيار هنا اسمه التفاف النص. التفاف النص بقول له داير حاجة اسمها أمام النص. أمام النص. بعد ده أنا بجي بحرك عادي. شايفين؟ بكون دايس وبحرك، ما عنده أي مشكلة. تاني، أنا الصورة عندي مأمنة وداير أفك التأمين عشان أقدر أتحكم فيها وأعدل براحتي. بكون واقف في الصورة، من أدوات الصورة بمشي لالتفاف النص، بختار خيار أمام النص. كده الصورة بتكون حرة في الحركة عادي. دي أول حاجة وأهم حاجة. تاني عند التعديلات، ممكن لو داير نتحكم في حجم الصورة. لو داير نتحكم في الحجم، عندي الدوائر اللي في الكورنر دي ودي التانية. شايفين؟ ودي جاي برضو ودي جاي اللي في الكورنر. لما نجي في الدائرة بيظهر لي السهمين اللي لونه أبيض ديل. خشيت جوا، 4 أسهم بتاعت حركة عادية. لكن لما أجي هنا كده بعد ده أنا داير أتحكم في الحجم. فأنا بغير الحجم كيف؟ بكون ضاغط على الكليك اليسار، يا بنقص كده، ولا أكون واقف وأكون دايس يا أزيد كده. تمام. ب- بيتأكد إنه السهمين ظهروا، بعد ده بكون دايس وبحرك. ممكن أجي لديل برضو أكون ضاغط وأحرك، نفس الفكرة. هنا برضو أكون واقف في الصورة وأزيد وأحرك، وهنا برضو نفس الفكرة. لو داير أزيد العروض، مع إنه أنا ما بحبذ الحاجة دي لأنه بتخرب لك التصميم ولا الصورة بتاعتك، لكن لو بدأت تزيد العروض بس ممكن أكون دايس وأحرك كده. تمام. لكن كده تقبل لك مربع زي ما شايف. كنترول زي التراجع، ولا ممكن أزيد الارتفاع كده، ولا أنقصه. يعني لو جاتني الصورة أصلا طويلة كده، ممكن أجيب هنا وأجي شنو أنقصها. أو لو جاتني عريضة، ممكن بعد ده شنو أنقصها كده. لكن لو الحجم بتاعها أصلا حقيقي جاية بتصميم العادي، بعد ده بيتحكم من الكورنر أحسن، لأنه بتديني نفس الأبعاد بدون ما تخرب لي التصميم. طيب دي الصورة بتاعتنا، اتحكمنا في الحجم، دايرين حجم كده مناسب. بعد الفكرة. تمام. لو داير امسحها، قلنا بضغط على كليك يسار وباك سبيس. هلا كده تعالى نجرب الكلام ده في القصاصة الفنية، نشوف نفس الفكرة. أول حاجة بمشي دراج، بقول له قصاصة فنية، بدوس على كلمة شنو انتقال. بعد ده بيظهروا لي، بجي بختار الصورة مثلا الأولى دي، حتجيني طوالي. بطلع من القصاصة الفنية، أهم حاجة أطلع منها عشان ما نضيق لي الورقة. بطلع بالكروس الصغيرة دي. طيب نجي نشوف هل الصورة مأمنة. برضو مأمنة، شايفين ما بتتحرك. فبفك التأمين كيف؟ من التفاف النص
أمام النص. ده الوضع رجع لي عادي. ممكن أكبر وممكن شنو أصغر من الكورنر. طيب اتحكمنا في الحركة واتحكمنا في الحجم. عندنا الدائرة الخضراء اللي فوق الصغيرة دي، لما نجيب عليها شايفين في سهم شكله دائري. ده فهم شنو؟ ده لو أنا داير ألف الصورة، يعني بكون واقف مثلا لفيت 90 درجة لليمين، أو لفيتها قلبتها 180 درجة، بكون دايس وبحرك، ما في نفس المكان، بكون ضاغط وبحرك عليه للماوس هندلة كده. شايفين؟ أو ممكن أرجعها عادي. حلو. فده اللي شنو؟ ده اللي لف الصورة. ممتاز. يلا عندنا الصورة زيها وزي الجدول. الجدول كان فيه تصاميم جاهزة وألوان، متذكرين صح؟ يلا الصورة برضو عندها تصاميم وإطارات اللي هي هندلة أنماط الصورة. ممكن نجيب بجاء عشان نشوف كويس اللي هم الإطارات دي. مثلا دي عندها إطار كده، ظل، انعكاس وحاجات زي دي. ممكن أدوس في السهم هنا برضو عشان اختار خيارات أكتر. مثلا داير دي، شايفين الصورة جاتني بشكل إطار زي ده. أو ممكن أجي السهم تاني أغير، شايفين كده. فالموضوع بسيط وممتع وحلو، ما عليك إلا بس اختار الإطار. موضوع طوالي حيظبط. لو ده رجع أغير لون الخط البري ده، بدل يكون لونه أبيض، ممكن أجي لحدود الصورة هنا اختار لون، مثلا دايرين الأخضر ده، طوالي حيتغير معي تاني. لو داير أغير بلون تاني، أنا واقف في الصورة من أدوات الصورة، حدود الصورة، بجي بختار لون، حيغير لي اللون البري ده. وقعت الفكرة؟ تمام. طيب همسح الصورة دي تاني، وأمشي أجيب قصاصة فنية جديدة ولا صورة نفس الفكرة، نشتغل على قصاصة فنية، انتقال، جبنا صورة طلعت من طوالي، قلنا هنعمل شنو؟ التفاف النص أمام النص. دايرين نعمل حركة اللي هي شنو؟ داير أخلي التصميم ده يكون دائري. همشي التصاميم الدائرية اللي هي دي، وداير أغير لون الإطار البرة، بجي لحدود الصورة، بجي بديها لون، مثلا دايرين اللون ده الأزرق. حلو. نصغر الصورة شوية من الكورة. أنا لو داير نفس الصورة دي تتدبل لي، يعني داير منها نسخة تانية، بدل أمشي تاني إدراج وأجيب نفس الصورة واشتغل نفس الخطوات، في حركة بسيطة بعمل منها النسخة. وده هنشتغل بقى كتير هسي، وفي الأشكال وفي باقي الحاجات اللي قدام. تمام. ليش شنو؟ أنا بكون واقف في الصورة، لو جيت أحرك الصورة عادي بالماوس، دي حركة عادية صح؟ دايس ومحرك ما في حاجة. لكن لما أضيف الكنترول، شوف المؤشر ذاته شكله بيختلف. يعني أنا واقف ساي هندلو 4 أسهم، لكن من ما أدوس الكنترول حيجيني المؤشر بتاع الماوس فيه علامة زائد كده صغيرة. فبكون دايس الكنترول وبكون دايس الماوس وبحرك، بفك الماوس أول حتى أفك الكنترول تاني. كنترول زد تراجع. أنا واقف في الصورة ده أعمل نسخة، بدوس الكنترول وبدوس الماوس، بحرك الحتة الدايرة والدلع، بفك الماوس أول حتى أفك الكنترول. حتى ممكن أعمل كم نسخة، عندنا كنترول، ضغط الكليك اليسار، بحرك، بفك الماوس، بفك الكنترول، كنترول، دايس في الماوس، بحرك، بفك الماوس وبفك شنو؟ الكنترول. داير أمسح، بضغط في الصورة كليك يسار، باك سبيس، كليك يسار، باك سبيس، كليك يسار، باك سبيس. وضحت الفكرة؟ تمام. طيب عندنا الصورة دي آخر حاجة فيها ممكن نعدلها، اللي هو عندنا تأثيرات الصورة. انت اذا عايز تعمل لك تصاميم اضافية، مثلا داير اعمل ظل الصورة، بجي لتأثيرات الصورة لكلمة ظل، بجي بختار الظل اللي داير اشتغل بيه، تلقى انه في ظل صغير كده تحت ظهر لك صح. او ممكن لو داير ازيحه، بجي لظل بقول له بلا ظل اول واحدة، تقبل الصورة الأصلية. تاني برضه عندي مثلا الانعكاس. الانعكاس معناه الصورة تجيني معكوسة تحت، شايفين بالطريقة دي، دي اسمه انعكاس. لو داير أزيحه برضو تأثيرات الصورة، انعكاس، بلا انعكاس. تاني عندنا توهج
والمهم يعني أنت بتيجي تختار الحاجة عادي، تشوف وظيفتها عاملة شنو، لتوهج لون خارجي زي إضاءة كده. لو داير أزحه بجي بقول له توهج بلا توهج. عندنا الحواف الناعمة معناها الصورة ببر تكون خفيفة شوية. تمام، هسي ده تصميم جاهز عشان كده ما هتأثر، نخليه بدون حواف ناعمة. ممكن لو داير أغير استدارة ثلاثية الأبعاد، الوضعية بتاعت الصورة برضو تكون مختلفة، فبجي بختار عادي مثلا دايرة كده بنفس التصميم ده، داير انسخها بكون دايس الكنترول وبحرك عادي. تمام، فبعد الفكرة جميل. نعمل فاصل ونجي نواصل في باقي التفاصيل. طيب يا سادة، ماشيين في أدوات الصورة بطريقة حلوة شديد. عندنا تاني لو أنا داير أغير الصورة. كيف يعني أغير الصورة؟ أنا عندي الصورة بتاعت برج إيفل دي قاعدة هندلة، داير نفس التصميم لكن صورة مختلفة. تمام، فأنا بكون واقف في الصورة، بجي لي خيار هنا اسمه تغيير الصورة، اللي هو تغيير الصورة إلى صورة أخرى مع الحفاظ على التنسيق الحالي. تمام، بجي بدوس في تغيير الصورة، بيفتح لي الذاكرة. مثلا داير نفس الشعار بتاعنا، بعمل إدراج طوالي حلقة وغير لي هنا، كنترول زر تراجع. تاني داير أغير هنا مثلا، بقف في الصورة، بمشي تغيير الصورة، وبمشي بفتش الصورة الداير أدخلها في التصميم، بعمل لها إدراج طوالي شنو حتتغير معي. حلو، تمام. طيب لو دار ألغي التأثيرات والتصاميم دي كلها، يعني ده رجع الصورة الأصلية زي ما كانت، ما يكون شكلها دائري ولا تكون مايلة بالطريقة دي، حاجي في الصورة عندي خيار اسمه إعادة تعيين الصورة. شايفين؟ تاني كنترول زد، بكون واقف في الصورة، بجي لي خيار إعادة تعيين الصورة، ترجع لي طوالي. هنا برضو بقف في الصورة وبقول له إعادة تعيين الصورة، هيرجع لي الصورة الأصلية بتاعتي. يعني أي تعديل أنت عملته بإعادة التعيين هيرجع لي مباشر. تمام. طيب في بعض الأدوات البسيطة برضو لو الصورة ما كانت واضحة. يعني عندنا الصورة بتاعت برج إيفل هنا، مثلا عندي تصحيحات. التصحيحات مثلا في الإضاءة، ده تزيد الإضاءة شوية. تمام، ده تخلي الصورة تكون مظلمة. شايفين هناك، ملاحظين كل مرة أزيد ولا أنقص الإضاءة، فدي شنو؟ دي التصحيحات. عندي اللون برضو، لو اللون داير أبقيه أبيض وأسود، داير أبقيه أحمر، داير أبقيه أصفر، فبجي بغير اللون بتاع الصورة من هنا. جميل كده. ده أرجع الصورة الأصلية زي ما كانت، بجي بقول له إعادة تعيين الصورة زي ما اتفقنا. نفس الفكرة بالنسبة للصورة دي، ممكن أعمل تصحيحات. تمام، الإضاءة، أو ممكن أغير اللون هنا أبيض وأسود، وأجي أقول له إعادة تعيين. في تأثيرات فنية برضو، مثلا داير أبقيها شكل مربعات، أو داير أبقيها ضبابية، أو فالخيارات كتيرة. يعني أنت بس بتشوف الحاجة المناسبة معك وبتشتغل عليها عادي. مثلا كده، ده رجع زي ما كانت إعادة تعيين الصورة. فدي حاجات مهمة برضو خدتها في الاعتبار لو الصورة ما كانت واضحة، ممكن تعمل الموضوع ده. حاجة برضو بجاي إزالة الخلفية. مثلا عندي صورة فيها خلفية وداير أعمل إزالة، بيجي بدوس في إزالة الخلفية وأقول له احتفاظ بالتغييرات. هتلقى إنه هنا زحليت شنو، ملاحظين؟ زحليت اللون الأسود كله، حتى في حرف الجي معتبره ده كله خلفية. بعمل كنترول زي التراجع. يعني الحاجات دي بالمناسبة يعني هي في البيت بتظبط شوية، لكن طبعا الصور والتفاصيل، تصحيحات الألوان، التأثيرات، الكلام ده كله عنده برنامج خاص به اللي هو الفوتوشوب. يعني ده برنامج متخصص في الصور، بيظبط الصور بطريقة أكتر. أنا بظبط الصورة هناك وبجيبها بيجاي حتى يشتغل على. تمام، فخدت في الاعتبار بس موضوع الضبط. عندنا برضو حاجات خفيفة بيجاي، اللي هو لو الصورة أنا داير أقص جزء منها. يعني عندي الصورة بتاعت برج إيفل، أنا ما داير الحاجات اللي بالجنب دي، داير البرج بس. هجيب في الصورة بجي لاختصاص، بدوس في العلامة الفوق بتاعت الاختصاص.
يلا بعد ده بلقى إنه في زي مربعات أو خطوط صغيرة ظهرت لي بالجنبات، دي بتخليني أتحكم في الجزء الداير اشتغل فيه. لما نجي أجيب فيها بلقى إنه الماوس بقى لي يعني شكل كده صغير باللون الأسود، مش سهمين، سهمين ده للحجم، لكن أنا داير هنا لا، القص. فظهر لي العلامة الصغيرة، بكون دايس بجي بحرك مثلا كده، بجي تاني برضو بجاي أكون دايس وبحرك داير البروج بس وبعمل انتر. حاليا إن الصورة اتقصت بقت معي مستطيلة بالطريقة دي. داير أرجع بعمل كنترول زد، لأنه إعادة التعيين هنا ما حترجع لي تاني. إعادة التعيين بتلغي لي التأثيرات بس، لكن قصة إلا أرجع بالكنترول زد. ممتاز. ممتاز. آخر نقطة في الصور ومنها نشتغل تمرين نهائي يوضح لنا ويبسط لنا التفاصيل دي كلها. عندي دي صورة ودي صورة. أنا لو جيت حركت الصورة دي هتتحرك برا بالمنطق، لو جيت حركت الصورة دي هتتحرك برا. شايفين؟ تمام. طيب أنا داير أعمل شنو؟ داير أعمل تجميع للصورتين، يعني ما يتحكم في واحدة. لو حركت واحدة يتحركوا الاتنين. تمام. الحالة دي بعملها كيف؟ بكون واقف في الصورة الأولى، اخترت الصورة الأولى بالكنترول حاضر على الصورة الثانية. كده أنا اخترت الصورتين. شوف الفرق، أنا كده اخترت الصورة الأولى، لو دوست ساي في الصورة الثانية الاختيار حيمشي للصورة الثانية. الأولى الثانية، الأولى الثانية. طيب داير اختارهم الاثنين في نفس الوقت، هختار واحدة عادية بالكنترول، بيجي بدوس في الصورة الثانية. كده أنا اخترت الصورتين. بعمل التجميع من وين؟ التجميع من هنا، بقول له تجميع. كده لو حركت واحدة فيهم هيتحركوا الاتنين، لو حركت دي هيتحركوا الاتنين. داير أفك التجميع، بمشي للتجميع بقول له فك التجميع. كده أي صورة بقت لي برا. نفرق بين الحركة العادية وبين النسخ. النسخ بالكنترول وحركة، كنترول وحركة بالماوس، ده نسخ. لكن الاختيار أنا بختار صورة بالكنترول بدوس بس في الصورة الثانية. كده كده ده اختيار، بقول له تجميع. تجميع حركتها هيتحركوا الاتنين، مسحتها هيتمسحوا الاتنين، رجعتها بالكنترول زد هرجعوا الاتنين. طيب أنا واقف فيهم وفي أدوات الصورة، حتى لو جيت اخترت التصميم لاحظ نفس التصميم هيجيني للصورتين. كده مثلا قلت له داير ده هيجيني للصورتين، غيرت لون الحدود البرة هيتغير للصورتين. فالفكرة وقعت صح؟ طيب عايزين نمسحه مسي، بدوس في واحدة فيهم وبقول لهم باك سبيس. نشتغل لنا تمرين عمل على الكلام ده. دارين نعمل ترويصة يكون فيها شعار بيجاي وشعار بيجاي. نقول عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، السطر اللي بعديه جمهورية السودان، الثالث مثلا شركة الفجر التجارية. تمام. الترويصة هنجيب الكتابة دي كلها نحددها، نقول له نجيبهم في الوسط من محاذاة النص. عندنا البسملة، نغير الشكل بتاع الخط من أشكال الخطوط هناك. جمهورية السودان وشركة الفجر التجارية الاثنين برضو نغير الخط. حلو. دارين نعمل حدود أو حد سفلي، بيجي بجيب في الخط الثالث أو السطر الثالث، حأمشي الحدود هنا اشتغلنا. آخر حاجة حدود وتظليل، حاجة اختار شكل الخط وأجي أقول له ما دار الخط الفوق ولا اليمين ولا اليسار، دار الخط التحت بس، وأعمل موافق. تمام. كده شنو الترويصة جاهزة. دار أجيب صورة. يلا لاحظ بس لما نجيب الصورة وأنا عندي كتابة، واحدة من الأخطاء اللي بنقع فيها إنه أنا مثلا لو محدد كتابة مثلا جمهورية السودان ومشيت إدراج قلت له داير صورة وجبت الصورة عادي هندلو إدراج، حيمسح لي الكتابة وحيجيب الصورة. مسح لي جمهورية السودان، شايفين بقت لي البسملة وشركة الفجري بس.
تمام. عشان كده شنو بعمل كنترول زي التراجع. لما اجيب الصورة انا ما بكون محدد، بكون واقف بس في الكتابة عادي، ما بحدد نهاية، ما بحدد، بكون واقف في الكتابة. بمشي إدراج بقول له داير صورة، بجيب الصورة بتاعتي كده. الكتابة هتكون قاعدة عندي لها بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان شركة الفجر. بتلاحظ إنه الكتابة اتلخبطت صح؟ يعني الصورة جات في نص الكتاب واتفرقت كتير. ما مشكلة عادي، أهم حاجة قلنا حنفك شنو؟ التأمين. أجي أقول له يا أخي التفاف النص أمام النص. كده لو حركت الصورة الترويصة بقت قاعدة في مكان. تمام. يلا أنا هشتغل الكلام ده بقصاصة فنية. نفس الحاجة إدراج، واقف في الكتابة إدراج قصاصة فنية، انتقال. جبت صورة حالقى إنه لخبطت لي الكتابة، ما مشكلة، بقول له التفاف النص أمام النص. برجع عندي لها الصورة قاعدة والكتابة قاعدة. دايرين نصغر الصورة شوية من الكورنر، وأجي أجيبها بجاي. حيختار واحدة من التصاميم الجاهزة، بمشي وأجيب التصميم الدائري ده، وممكن أغير اللون الخارجي للخط. تمام. طيب بدل أمشي أجيب تاني صورة جديدة واشتغل من جديد، حأنسخ الصورة دي بالكنترول وأحرك كده. كنترول حركنا الصورة عادي، جاتني الصورة التانية. كده عندي شنو صورتين. لو داير نفس الصورة خير وبركة. لو داير أغير الصورة التانية زي ما اتفقنا بكون واقف في التصميم، حأمشي لتغيير الصورة هنا، تغيير الصورة. بجيب الصورة بتاعتي وبقول له إدراج. كده عندي صورة بجاي وصورة بجاي. نوقف على كده. اشتغلوا التمرين ده كده كم مرة، وراجعوا الحاجة دي كم مرة. الصور حاجة مهمة شديد في البرنامج. مرسوا عليها كتير، ونتلاقى إن شاء الله في المحاضرات الجاية. موفقين والسلام عليكم.